اوكي. رسول عباس. آه بكالوريوس، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية. سنة التخرج 2007-2008. ماجستير جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية 2012. المادة مالتنا هي مادة الابتكار الصامت. العنوان الموضوع الرئيسي هو اللغة الجسدية للممثل المسرحي. طبعا الفئة المستهدفة طلبة معهد الفنون الجميلة، قسم المسرح، المرحلة الخامسة. عندنا الهدف العام. الهدف العام تمكين الطالب من فهم جسده واستخدامه كأداة تعبيرية لتقديم عروض مسرحية تتجاوز قيود الكلمة المنطوقة. وطبعا عندنا أهداف سلوكية. يستطيع الطالب في نهاية الدرس أن يعرف المفهوم العام للجسد، يدرك من المسؤول عن تصميم الحركة في العرض المسرحي، وعندنا يميز المهارات الجسدية ويعدد أنواع المسرح الحركي. ما هو المفهوم العام للجسد؟ إذا حضراتكم أحد عنده جواب بالفهم العام البسيط. جسم الإنسان، إذن أعضاء الجسم. تمام، ممتاز. بعد أكو أحد عنده أي جواب؟ تمام. الجسد يحمل إسقاطات ومفاهيم متعددة، منها دينية، منها طبية، منها فلسفية. يحمل الجسد عدة مفاهيم مختلفة. المفاهيم اللي تعمل في مجال تخصصنا راح نمر على الجسد اصطلاحا وفلسفيا ومسرحيا. اصطلاحا، شنو هو الجسد؟ هو البنية العضوية والمادية للإنسان، المكونة من الأعضاء والأجهزة المختلفة. هو الكيان الفيزيائي للجسد وقدرته على التفاعل مع البيئة المحيطة. زين، فلسفيا هو علامة وجودك، وعاء للنفس، الكيان المادي والوجودي للإنسان. أفلاطون عنده تعريف للجسد يقول هو سجن للروح. فبالتالي المعنى الفلسفي للجسد هو اللي يحدد مكان وجودك بالفضاء اللي انت متواجد به. جسدك هنا بهاي اللحظة بالزمان وهذا المكان، إذا انت موجود هنا. زين، الجسد من يترحل على المسرح شلون راح يكون المفهوم العام له؟ راح يكون وسيلة للتعبير. مثل ما نعرف الممثل عنده وسائل للتواصل مع الجمهور. الممثل هو عبارة عن طاقة صوتية وطاقة جسدية. يعني أنا عن طريق الحوار اللي راح أقوله، أو اللي عفوا راح يقوله الممثل على خشبة المسرح، راح يصير لغة تواصل بين العرض المسرحي وبين الجمهور. اللغة الأخرى هي لغة الجسد. فالمسرح هو وسيلة تعبيرية وأداة للتواصل وإنتاج المعنى الدرامي من خلال الحركة والإيماءة والوضعية، يعني وضعية الجسد والإيقاع الحركي. من المسؤول عن حركة الجسد على خشبة المسرح؟ المسرح بالشكل العام، بالمفهوم العام البسيط، يعتمد على النص اللي كتبه المؤلف، وراح يجي المخرج ياخذ هذا النص ويوزع الأدوار على الممثلين، وكل ممثل يحفظ الدور مالته وراح يأدون. من المسؤول عن هاي العملية؟ المسؤول عن هاي العملية هو المخرج. أي شيء يخص العرض المسرحي، المخرج هو المسؤول عن حركة الممثل، عن حتى يتدخل بالزي. صح اكو ناس تختص بالزي اللي هو السينوغراف وبالإضاءة، بس طبعا لازم الموافقة الأولى والأخيرة اللي يحددها هو المخرج. زين، أما بالنسبة للعروض اللي هي ما بيها نص مكتوب، ما بيها يعني
نص كاتبه مؤلف، اللي هي عروض الجسد، اللي تستخدم الجسد هو اللغه. منو راح يكون مسؤول؟ هنا عندنا الكيروغراف. هذا المصطلح جدا مهم ان يبقى بالذاكره، الكيروغراف. زين، الكيروغراف شنو هذا المصطلح؟ شنو اصلا؟ منين جاي؟ الكيروغراف هو كلمه يونانيه تتكون من مقطعين، كيروغراف. اعتقد كلكم سامعين او اغلبكم سامعين مصطلح التلغراف. التلغراف اللي هو الرساله او فالكيرو هو معنى الحرف له هو الحركه، سواء كانت فرديه او جماعيه. الكيرو هي الحركه، الجراف هو الكتابه او التدوين. فبالتالي الكيروغراف هو تدوين الحركه او كتابه الحركه. هذا بالنسبه للمفهوم الاساسي اللي ينطلق منه هذا المصطلح. بس تعرفون بمرور الوقت تبدي المفاهيم تتغير الى ان وصل مرحله انه خلص صار الكيروغراف هو مصمم الحركه، هو يعني نفس المخرج بالضبط. يعني عندنا المخرج بالعروض اللي تستخدم لغه الحوار، بس بالعروض اللي تستخدم لغه الجسد من المخرج هو نسميه الكيروغراف. فعمليه تصميم الحركه هي الكيروغراف، بس هو كشخص نطلق عليه بس نضيف لها اي ار تصير كيروغرافر. يعني هسه حتى بالجوجل ترانسليتر، المترجم مال جوجل، اذا تكتب مصمم الحركه او تصميم الحركه راح يترجم لك اياها كيروغراف. اذا هسه صار عندنا فهم واضح لمصطلح الكيروغراف، هو المسؤول عن تصميم الحركه بالعروض التي تستخدم لغه الجسد. هنا اكو فيديو، وبسبب المشاكل التقنيه انا ماخذ احتياطاتي. من راح نشاهد هذا الفيديو؟ اريد تقولوا لي شنو اللي راح تلاحظوه بعد مشاهده هذا الفيديو. هذا مشهد من عرض مسرحي يستخدم لغة الجسد. شنو اللي ممكن يكون ملفت للانتباه بهذا العرض؟ ممتاز جدا، ممتاز جدا، أجوبة جيدة جدا. إذن تناسق بالحركة. هذا وين راح يحيلنا؟ راح يحيلنا السؤال: ما الذي يحتاجه الممثل المسرحي طبعا لكي يتقن الحركة على خشبة المسرح؟ شو يحتاج؟ يحتاج مجموعة مهارات جسدية. شنو هاي المهارات الجسدية اللي يحتاجها الممثل المسرحي اللي يعمل بمجال اللياقة البدنية العامة؟ زين، ليش لياقة بدنية عامة؟ ليش اكو لياقة بدنية خاصة؟ نعم، اكو لياقة بدنية خاصة. اللياقة البدنية الخاصة هاي تشتغل في مجال اخر، في مجال الرياضة، خصوصا بالساحة والميدان. الرياضيين شو يسوي؟ يركز تمارينه على عضلات محددة حتى تنطي اقصى قدرة بالاداء حتى يحقق بها نتائج عالية. فيحدد على اشياء. احنا بالنسبه لنا اللياقه البدنيه العامه هي اللي تشتغل. هو اساسا الانسان الطبيعي بالحياه هو اوريدي هو يحتاج لياقه بدنيه عامه حتى يقدر يخلص يومه يعني بنشاط. فكيف ما هو اللي يعمل في حقل مجال اللغه الجسديه، فلازم يكون عنده لياقه بدنيه عامه. كل المنظرين والمخرجين المسرحيين
بالعالم ابتداء من ستانسلافسكي مؤسس المدرسه الواقعيه بروسيا، ماير هولد اللي هو بعدين طلع باسلوب مختلف عن استاذه اللي هو البايوميكانيك اللي يشتغل على حركه الجسد ومفاصل الجسد، وبريخت الالماني وبيتر بروك. هواي عندنا اسماء بالمسرح العالمي، كلهم بالاجماع اتفقوا على باختلاف اساليبهم المسرحيه، بس اتفقوا على نقطه محدده مشتركه بيناتهم، هو الممثل المسرحي يجب ان يمتلك لياقه بدنيه عامه ومهارات جسديه، السبب حتى تاهله بانه يتصدى لاي دور قد يتعرض له خلال مسيرته الفنيه، يكون هو ستاند باي. بالضبط، ما راح يواجه الصعوبه، يعني ماكو دور ممكن يكون صعب عليه لان هو عنده. تفضل قلبي. زين، شو يحتاج بعد؟ يحتاج المرونه باداء الحركه، مهارات المشي والقفز. المشي على المسرح مو مثل ما نمشي بالطبيعه بالحياه، لان احنا من نقول خشبه المسرح، فالخشبه المسرح اذا نمشي بطريقه يعني استلام الارض للقدم، ما يصير نطلع صوت، ما يصير الممثل يمشي يدبج بالقاع او يشحط برجله، مستحيل، الا اذا كان اكو فلسفه بالموضوع، وهذا قضيه ثانيه. الارتجال يحتاج خزين مهاري ومعرفي للممثل المسرحي حتى يوصل ان تكون عنده قدره انه يرتجل. الارتجال هو انه يؤدي اداء ما متفق عليه، او ما يعني حركه حافظها 1 2 3 4، لا، يعتمد على خزينه المعرفي. هاي طبعا تحتاج ناس كلش محترفين، وطبعا اكو تمارين خاصه بالارتجال شلون ممكن يطورها. اكو شيء اسمه الكونتاكت بروفايزيشن، يعني التواصل عبر الارتجال، هذا اذا تسرجون عليه هو همين شلون يقوي موضوع الارتجال عند الممثل المسرحي. هو ماكو نص مكتوب، هو حركه، يعني الحركه اذا راح مثال، اذا الحركه تبدي من حركه رقم 1 لحركه رقم 10، تمام، خلال 1 2 تدنن مجموعه الحركات ما بيناتهم هو يسوي حركات ما متفق عليها، يعني مو من ضمن الاشياء المتفق عليها، نفس الممثل اللي يخرج عن النص، يعني مو اثناء التمثيل بلحظته على المسرح يخرج عن النص، يحكي اشياء هو ما متفق عليها. بالضبط، هاي يحتاج يكون عنده مهاره، يعني عنده مهاره معرفيه وخزين معرفي واسترخاء. هسه هم نوصل لموضوع الاسترخاء. زين، تناسق وتناغم بالحركه الجماعيه والفرديه، مثل ما هسه شفنا بالفيديو شلون اكو تناسق بالاداء الحركي. التنفس والاسترخاء. التنفس هو يعني موضوع جدا جدا مهم لكل العاملين في المجال الفني وخصوصا بالمسرح. حتى بموضوع التدريس، اذا تتنفس بصعوبه راح ياثر على طريقه الاداء مالتك ويا الطلاب. فالتنفس والاسترخاء اكو شيء اسمه الانبساط والانقباض. الانبساط والانقباض هذا هسه بالشرح راح نوصل ونربطه بهذا الموضوع. هل المسرح اللي يستخدم لغه الجسد انواع عديده؟ اي طبعا اكو انواع عديده، مو نوع واحد. شنو هاي الانواع العديده؟ اخذت اني مجموعه نماذج رئيسيه من يعني حتى ما نتفرع كلش. النوع الاول هو الباليه، اكيد يعني مر عليكم الباليه وشايفين بطريقه او باخرى. واكو نوع اخر اسمه الكونتمبراري دانس، هذا كلش مشهور حاليا بالعالم، اسمه الرقص المعاصر، ينتمي للفيديو اللي هسه شفتوه قبل شويه. وعندنا طبعا البانتومايم، وعندنا مسرح الكابوكي والنو، وعندنا البوتو دانس. من يمر عليكم مصطلح خاف يعني دائما من يمر عليكم مصطلح المسرح الشرقي، من تقرون المسرح الشرقي معناها المسرح اللي هو بشرق آسيا، اللي هو باليابان وبالصين وهاي الدول. فالكابوكي والنو هو من ضمن المسرح الشرقي اللي هو باليابان. نجي على الباليه. الباليه هو رقص وموسيقى وتمثيل، يعتمد على التعبير الحركي أكيد. وين نشأ الباليه؟ نشأ الباليه في إيطاليا. نشأ الباليه وين؟ في إيطاليا.
خلال عصر النهضة بالقرن الخامس عشر. الباليه كان يعني خاص بالطبقة الدولة النبلاء والقصور، ويعني مو العامة، اي محدود، مو العامة الناس. فكان بالقصور للنبلاء. بعدين انتقل الى فرنسا عن طريق ملكة كانت موجودة بايطاليا، شافت العرض هذا يعني كلش انبهرت به. فمن رجعت لفرنسا نقلت هذا الفن وين؟ فرنسا طبعا بعد 100 سنه ويلا نقل لفرنسا. وبالقرنين السابع عشر والثامن عشر وين انتقل روسيا. طبعا الباليه الروسي من اروع ما يكون، ويمكن بعضكم سامع بالبحيره البجع، كساره البندق، هاي عروض مسرحيه بالباليه بروسيا. فالروس جدا ابدعوا بالباليه، ولحد الان اكو عروض باليه كلاسيك. طبعا الباليه نعم اي يعني هو مهرجان. طبعا هو جزء كبير منه هو رياضه، لان يعتمد على الفيزيكال، على حركه الجسد. فالباليه يعتمد على قواعد صارمه جدا بالحركات، يعني هو تقريبا 9 حركات اساسيه وتتفرع منها بقيه الحركات اللي الكيروغراف هو يصمم منها حركه. فيعني حتى عندهم الراس، هذا الاصبع لازم ما يصير يطلع، لازم ينضم وراء هاي الاصابع. حركه الاقدام، حتى اذا تشوفون هاي الاطراف الاصابع، هذا الحذاء خاص لراقصي الباليه. هذا طبعا يحتوي على دعامه خشبيه حتى تساعد، هذا خاص بس للنساء. الراقصين الباليه بس النساء تلبس هذا الحذاء، الرجال ما يلبسون، لان النساء دائما عندهم لازم توقف على طرف الاصبع. فالباليه يعتمد على قواعد صارمه جدا بالحركات، حتى بالزي لازم الزي هاي الطريقه الكلاسيك. طبعا هو مر بمراحل تطور بس بقى محافظ على قواعده وعلى الزي الخاص بالراقصين. الرقص المعاصر هذا الكونتمبراري دانس. الرقص المعاصر هو فن حركي ظهر في مطلع القرن العشرين. ليش ظهر؟ ظهر كردة فعل لقواعد الباليه الصارمة. سعى هذا النوع إلى تحرير الجسد من القيود التقنية اللي كان فارضها الباليه. أهم اسمين بهذا المجال هي إيزادور دينجن ومارثا غريهام، لأن الأسماء مهمة جدا، هم اللي فتحوا البادرة الأولى لتحرير الجسد من قواعد الباليه، وظهرت عندنا مدارس وأساليب مختلفة. إيزادور دينجن اللي هي توفت بال 1927، أول قاعدة كسرتها سوت نزعت هذا الحذاء الخاص بالباليه وقدمت عرض حافية، وما لبست زي مال الباليه، لبست ملابس فضفاضه في وقتها. يعني كان يعني شنو هاي ايش تسوي؟ ليش هيك؟ دائما الاشياء بالبدايه تسوي رده فعل عند الجمهور، بعدين الى ان يصير بعدين اسلوب خاص به. بعدها اجت مارثا غريهام سوت مصطلح الانقباض والانبساط اللي وين حكينا عليه بالمهارات الجسديه. الانقباض والانبساط هو الانبساط العفو هو خاص بالجسد. شلون شايفين الورده شلون تفتح وشلون؟ لان دائما الفنانين يستوحون افكارهم منين؟ من الطبيعه. كل الفنان، اغلب الفنانين كل افكارهم مستوحاه من الطبيعه. فانقباض الجسد وانبساطه هذا يعني اسلوب اعتمدت عليه مارثا غريهام. هذا فيديو راح تشوفون، واريد تنطوني اسم هذا النوع من الفن بعد ما نشاهد.
من يعرف اسم نوع هذا الفن؟ لازم مر عليكم. يعني حركات هو صامت. هو كنا هسه يعني كل الاشياء اللي بدنا نحكي بيها، اي كل الاشياء اللي نحكي بيها هي داخل لغه الجسد. بالضبط، هذا اسمه فن البانتومايم. جود. شنو هو البانتومايم؟ البانتومايم هو فن مسرحي يعتمد على التعبير الجسدي والإيماءة وحركات الوجه والجسد لنقل الأحداث والأفكار والمشاعر من دون استخدام الكلام، اللغة المنطوقة. تعود جذورها إلى المسرح الإغريقي، يعني كلش قديم، والروماني. وفي العصر الحديث تطور البانتومايم في أوروبا. أكيد هذا الفن مر بتحولات إلى أن تطور. وين تطور؟ أيضا تحديدا في فرنسا. طبعا أغلب الأساليب والمدارس الفنية ظهرت بفرنسا وأيضا إيطاليا بالقرن التاسع عشر والقرن العشرين. أبرز رواد هذا الفن هو إيتيان دوكرو، وطبعا هو اللي خلى مجموعة أساسيات أو منهج خاص بهذا الفن. يعني واحدة من الأشياء الوجه يطلوه باللون الأبيض، ما يستخدمون قناع وإنما شنو؟ مكياج لون أبيض. ليش؟ يقولون حتى الوجه يصير أكثر فلات، ومن أعبر به يصير يعني التعبير يوصل بمبالغة ويكون أكثر وضوح للمتلقي. مارسيل مارسو، طبعا مارسيل مارسو اللي توفى بال2007 هو واحد من أهم الفنانين اللي عملوا بهذا المجال، وهو مشهور على مستوى العالم. يعني هسه باليوتيوب بس تكتب مارسيل مارسو راح تطلع لك العروض مالته. وحتى قبل فتره شفت له صوره ويا مايكل جاكسون ماخذ صوره وياه، لعد ايش قد مهم. هواي يشتغلون بهذا المجال، بس هذا المارسيل مارسو هو اختص يعني بهاي التفصيله. باليابان عندنا مسرح النو، يعد أقدم أشكال المسرح الياباني التقليدي، وقد نشأ بالقرن الرابع عشر من دمج الرقصات والطقوس الدينية والفنون الشعبية. الطقوس الدينية والفنون الشعبية دمجوها صار فن اسمه مسرح النو. هذا وين؟ باليابان. شنو خصائصه؟ يعتمد على الرمزية والتجريد، والأداء مالته دائما بطيء، ما بسرعة، كله سلو، الحركة مالتهم كلها سلو، بإيقاع يسموه إيقاع تأملي. يستخدم الأقنعة للتعبير عن الشخصيات. واحدة من خصائص هذا الفن أنهم يلبسون أقنعة. طبعا راح أراويكم نماذج حتى تكتمل الصورة بذهنكم. يعتمد أيضا على الديكور المسرحي، يكون كلش بسيط، يعني ما يبالغ بالديكور ويجيب قطع ديكورية كبيرة، لا، أشياء جدا بسيطة. يتناول موضوعات فلسفية وروحية مثل الموت والقدر والأرواح إلى آخره. مسرح الكابوكي أيضا باليابان، بس شو وقت؟ بالقرن السابع عشر، ذاك بالقرن الرابع عشر، هذا وراه تقريبا ب5 قرون ظهر هذا النوع من المسرح باليابان. أيضا عروض شعبية بسيطة، شكل من أشكال المسرح متكامل، أصبح أكثر الفنون اليابانية شهرة وانتشار بالعالم، لأن كلش يعني له علاقة بالفلكلور الياباني. خصائصه يتميز بالأزياء الزاهية والمكياج المكياج المبالغ به. يعني هناك شو يسوون؟ هناك يلبسون أقنعة، هنا لا، هنا يخلي مكياج بس شوية يبالغ به بتفاصيل وأشياء. يعتمد على الحركة الديناميكية والاستعراضية، يعني حركته سريعة وديناميكية، مو مثل مسرح النو. يجمع بين التمثيل والرقص والموسيقى. موضوعاته تاريخية واجتماعية، مو مثل ذاك فلسفية وروحية. إذن الفرق الجوهري بين مسرح النو والكابوكي: النو مسرح فلسفي رمزي يقوم على التأمل والهدوء والطقس. الكابوكي مسرح شعبي استعراضي يعتمد على الحركة والألوان والإبهار، الإبهار البصري.
هاي نماذج توضيحية لمسرح النوم اللي على اليمين واللي على اليسار مسرح الكابوكي. عندنا البوتو دانس. البوتو دانس يعني هذا واحد من الفنون اللي أني أميل إليه بشكل شخصي، كلش أحب عروض البوتو دانس. هو مسرح راقص ياباني ظهر في أواخر خمسينيات القرن العشرين. هذا الفن سامعين أكيد كلكم تعرفون موضوع القنبلة النووية اللي وقعت باليابان مال هيروشيما وناكازاكي، وهذا بعد هاي القنابل صار اكو يعني تشوهات خلقيه يعني بالاجسامهم، يعني تداعيات القنبله النوويه. فهذا الفن هو ظهر يعني شلون كردة فعل نتيجه الكارثه اللي صارت باليابان. فدائما بهذا الفن يشتغلون على حركه المفاصل بالجسد، يعني هو فلسفته يقول لك تشويه الجسد واخراج جمال من هذا، عفوا من هذا التشويه. فبالتالي يشتغلون على حركه المفاصل. يعني طبعا موجود بس تكتب بوتو دانس راح تطلع لك عروض، طبعا انتقل لاوروبا وبدا يتطور وظهروا به اسماء لامعه. نشأ مثل ما قلنا باليابان بعد الحرب العالميه الثانيه كردة فعل على اثار الحرب مثل ما ذكرت. وايضا هو رفض لتقاليد الرقص الغربي الكلاسيكي، وتمردا على القوالب الجامده في المسرح والرقص الياباني التقليدي اللي هو مثل الكابوكي والنو. فلسفته تقوم فلسفه البوتو على استكشاف اعماق النفس الانسانيه عبر الجسد والتعبير عن موضوعات الحياه والموت والالم والعزله. طبعا اللي اسسه شخص اسمه تاتسومي هيجيكاتا، هذا عالميا معروف، هو اللي اسس البوتو دانس، وزوجته تعمل وياه بنفس الاختصاص، يقدمون عروضهم سويه. هاي نماذج من مسرح البوتو دانس، بس طبعا هاي عروض حديثه يعني معاصره. هاي عندنا هنا مهمه لازم نطبقوها. اجب عن الاسئله التاليه بالمسرح بالمسح على هذا الباركود. فاتمنى حضراتكم تستخدمون تليفوناتكم حتى هذا الواجب راح اطلبه منكم. راح تلقون مجموعه اسئله وتجاوبون عليها. اي لا بالبيت، واجب منزل. تمام. الخاتمة. لغة الجسد تمثل أحد أهم مرتكزات الأداء المسرحي، إذ تعد وسيلة تعبير قائمة بذاتها، قادرة على نقل الأفكار والانفعالات بمعزل عن الكلمة المنطوقة. اللغة الجسد طبعا شنو اللي يميزها عن العروض اللي تستخدم لغة الحوار؟ تميزها نقطة جوهرية ونقطة جدا 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 مهمة. يعني هسه من اشتغل عرض مسرحي مبني على نص يعتمد على اللغة المنطوقة، أقدم عرض مسرحي باللغة العربية. هذا العرض المسرحي وين أقدر أقدمه؟ أقدر أقدمه بالعراق، أو ممكن أقدر أقدمه بالوطن العربي، بس ما أقدر أقدمه بأوروبا ولا باستراليا ولا بأمريكا. ليش؟ انقطع التواصل. يعني هسه أنا إذا أحكي بالألماني أنتم راح تفتهموني؟ لا، لازم أكو تواصل. اللغة هي طريقة للتواصل. فبالتالي العروض اللي تستخدم لغة الجسد لغة عالمية. يعني من اشتغل عرض مسرحي يستخدم لغة الجسد، أقدر أعرض بالعراق وأقدر أعرض بأوروبا وأقدر أعرض باليابان. ليش؟ لأن لغة عالمية ما يعتمد على اللغة المنطوقة. بالضبط نفس الموسيقى، يعني بيتهوفن من أسمع له مقطوعة ماكو مشكلة، يعني أي واحد بالعالم يقدر يسمع المقطوعة ويستمتع بها. فلغة الجسد هي لغة عالمية. هذا اللي يميز المسرح اللي يستخدم لغة الجسد عن المسرح اللي يستخدم لغة الحوار. إذا أكو أحد عنده سؤال، أكو أحد عنده استفسار؟ شكرا على حسن الاستماع، شكرا جزيلا.